صباح الخير من ألمانيا. اليوم هو آخر يوم، مو آخر يوم، اليوم آخر لحظات. إن شاء الله شوي كمان رايح على المطار عشان أصير عريس. أهلي وصلوا دبي. حاولت والله، حاولت كتير أوصل قبلهم بس ما في رحلات للأسف. المهم ترقبوا أسبوعين نار إذا الله راد. رهيبين رهيبين، يعطوك أجواء دبي كل أنحاء العالم. جلال يستحيل. شوف المدير جلال شخصيا. والله حفوت مرحلة التشنجات همني. بدي أحكي لكم شيء على جلال. راح حكى مع الطيار، نحن وعند التشيكن، راح حكى مع الطيار وقال له أنا بخاف، شو بتنصحني؟ شو كان وضعك؟ قال لي أنا صار لي 20 سنة بطير. قال لي ما تخاف. You are in good hands. لا وعندي فيديو هو عم يحكي معهم هلا، بدكم إياه. Die Fly Dubai fliegt 9 Uhr. Genau, das ist Fly Dubai. مثلك تقريبا مثلي؟ ما في شروط، أنا موجود. اوكي. مستحيل هالبني ادم شو بحب الشريمب. فنوصل ان شاء الله الساعة 12 بالليل، يعني ورانا 7 ساعات من التشنج. والله أنت لحالك تتشنج أخوي. دعونا نوصل بالسلامة يا جماعة. حط لهم صورتك مع الطيار. حكيت مع الطيار. الستوري عند أسامة كلها نشرته وأنا عم بحكي مع الطيار. لسه هلا بدي أحطه، حأعطيك صور كمان تحطهم. اوكي يلا. اوسي ترى نشركم انه انا رحت حكيت مع الطيار اني بخاف اخوي. هاي الصورة، شوف ورجيهم الصورة. لا ايه هون الصورة. هون الطيار. انت بتعرف شو صار؟ شو قال لك؟ الطيار صح لي يستشيرني بكم شغله اخوي. ايه يعني انت ما بعرف. شو قال لك؟ خلي الناس تصدق يا زلمه. قال لي انه اعطينا نصائح بما انه صار له 20 سنه بيطير. ايه بده نصايح منك. ايه فانه حب. صار لك يومين بتطير. ايه فحب. شو اعطيته نصايح؟ قلت له اولا معلش المهم ننبسط بالرحله، هدي. نتوكل على الله، ايوه نسمي بالله ايوه. وبنروح على وجهتنا والحافظ الله. الله عليك. ايه شو قال لك؟ يعني ما يعني ربط لسانه ما عارف شلون تشكرني. فهي القصه كلها يا جماعه. ايه خلص بقى بكفيك، هات وقتي، خلص بكفيك، خلص بكفيك. Okay. بكفيك. Cousin. No, Kayla. كازن شو بالمية اشتقتي لي؟ وانا عندي سؤال قوي. انت جاي على المطار تاخذيني ولا تاخذي اسامه؟ بصراحه. I don't know. اوكي هلا رايحين السلام على يمان. وين سيارتك؟ شو بعيده. يا جماعه الموضوع مو هو انه سحبنا، ولكن تعبانين ومرهقين من هالسفره. يعني كنا 4 ايام في المانيا. ننام متاخر، نصحى بكير، نطلع من الصبح للمساء فعاليات وهيك، فتعبنا جد تعبنا، واكل قليل ما اكلنا منيح. فنزلنا من المطار شفنا شيري، وعلى طريقنا سلمت على لارا ويمان وعمه وخالته كمان وصلوا وصاروا هون. وهلا اخذت تاكسي ورايح للبيت سلم على ماما وخالتي سوزان وشوف ام سوس، وان شاء الله بكره بشوف شيرو ونارين، وبابا كمان جاي قريبا ان شاء الله مشان العرس. تعرفوا والله كل العائله حتتجمع، ما باقي تقريبا اسبوعين للعرس اقل. وبس والله اسالوني اذا حابين تعرفوا اي شيء. وصل البيت بشوف اذا كان فيني طاقه وما نمت، بجاوب على كم سؤال. هلا انا مبدئيا عملت لكم اسرع سكين كير في العالم، فهلا خلصت وخلينا نشوف الشوز اللي جابت لي يا ماما. شكله حلو للامانه. نفتحه من هون، نسحب، يلا. كل العائله حتتجمع، ما باقي تقريبا اسبوعين للعرس اقل. وبس والله اسالوني اذا حابين تعرفوا اي شيء. وصل البيت بشوف اذا كان فيني طاقه وما نمت، بجاوب على كم سؤال. هلا انا مبدئيا عملت لكم اسرع سكين كير في العالم، فهلا خلصت وخلينا نشوف الشوز اللي جابت لي يا ماما. شكله حلو للامانه. نفتحه من هون، نسحب، يلا. يا سلام يا سلام، والله البوت رائع وستايلي. هذا كتير ستايلي.
اوه هذا لوي فيتون ريد بوتومز. انا ما بفهم ماركات ابدا 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 يا جماعه. اوكي انا اسف اذا في صدى، ولكن اخذت حمام سريع. هسوي سكين كير، حوريكم شو بستخدم بس هذا، ما عندي غيره، اعطوني اياه البنات وقالوا لي حطه دائما قبل ما تنام لانه بيفيد، والله مواصل عليه. ولما في صدى اوريكم الشوز اللي جابت لي يا ماما، ووصي اكل يعني فار الجوع. انا دائما عندي عاده اول ما اطلع بالطياره، او مو اول ما اطلع بالطياره، قبل الطياره بتسد نفسي ليومين. فهلا انا عندي يومين حتضل نفسي سادة وما حعرف اكل وبس. ماما عملت لي مفاجأة، جابت لي شوز، بس هذا مو هدية عيد ميلاد. ماما اعطتني هدية عيد ميلاد بس هذا اكسترا. كنت مسافر، كانت بالسوق وجابت لي شوز، ونارين جابت لي شوز، وشيرو جايب لي شوز. يا جماعة كتبت لي بيشبهك، قصدها الشوز. والله ليك والله وللأمانة الشوز كثير حلو، فإذا بيشبهني ما بزعل. حتى هذا يمكن بيشبهني وهذا بيشبهني، بس هذا يعني إذا شبهني أكيد ما بزعل. أوكي وصل الأكل يا جماعة، خليني أوريكم شو بدي آكل قبل لا أنام. هذا وين بفتح؟ يا سلام يا سلام، والله ما بعرف إذا حأشبع من هدول، ولكن ححاول. أو بس والله